تخيل معايا كده فجأة تصحى من النوم تلاقي نفسك مليونير وتفكر تصرف فلوسك فين، فتجيلك فكرة بره الصندوق وتروح تسحب فلوسك من البنك وعلى طول بعديها تروح على أي بوتيك رولكس علشان تشتري ساعة من عندهم. بس للأسف لما رحت تعدي البوتيك وسألت على الموديل اللي أنت عايز تشتريه قالوا لك إن الموديل اللي أنت بتسأل عليه أوف كاتالوج، يعني غير متوفر ولا موجود في المنيو بتاعهم ولا حتى على موقعهم الرسمي. تخيل معايا كده إن رولكس سنويا بتصنع تقريبا مليون ساعة، وتروح تشتري ساعة رولكس من اي بوتيك من عندهم هيقول لك جمله للاسف ان احنا ما عندناش ساعات او الساعات دي غير متوفره حاليا. كل اللي معروض قدامك ده اكسبيشن فقط لا العرض. طب وانا اللي بقيت مليونير وعايز اروح اشتري رولكس، خليني اقول لك ان الطريقه اللي بيتعاملوا بيها دي هي استراتيجيه ناجحه جدا في الماركتينج، وبيستخدموها علشان يزودوا مبيعاتهم 10 اضعاف. يعني مثلا بالنسبه للرولكس هي بتزود اضعاف مبيعاتها بتوصل ل 10 مليار دولار في السنه. وفي الاستراتيجيه دي هم بيستخدموا حاجه اسمها ندره مصطنعه، يعني هو بيوري لك جمال الساعه في الماركتينج بتاعته وبيوري لك جمالها على ايد الشخص اللي بيكون اشتراها. بس لما انت تروح تسال على الساعه ويكون معاك فلوسها وتكون عايز تشتريها بيقول لك للاسف يا فندم مش هينفع تشتريها دلوقتي. وده بيخلق حاجه اسمها ندره مصطنعه، بيخلي عندك الفضول انك تشتري الساعه اكتر. انت بالنسبه لك كمليونير ومعاك فلوس وعايز تبين ان انت ناجح او حتى كمان تكافئ نفسك، بس للاسف مش هينفع تمتلك الساعه. على ما اعتقد الشعور هو خيبه امل، لان انت الحاجه قدامك معاك فلوسها ومعاك امكانيه الوصول ليها ولكن مش عارف تمتلكها. فعلشان كده انا جزأت لك الفيديو عباره عن كام سؤال هنجاوب فيهم مع بعض. ليه رولكس بالذات؟ ليه مش باتيك؟ ليه مش اوديمار؟ ليه مش اوميجا؟ ليه مش اي براند تاني موجود في السوق وبراندات كبيره وليها اسمها وعريقه، بس برضه ليه رولكس؟ تاني سؤال معانا، ازاي رولكس قدرت تسيطر وتهيمن على سوق الساعات بنسبه جباره ومرعبه تتجاوز ال 30%؟ ولو انت عايز تعرف النسبه دي كبيره قد ايه ومرعبه قد ايه فكمل معايا الفيديو علشان هشرح لك وهدي لك مقارنه. ثالث سؤال، ازاي رولكس قدرت تستخدم استراتيجيه الندره المصطنعه علشان تقدر تزود مبيعاتها 10 اضعاف، واللي مبيعاتها توصل سنويا تقريبا او تقديريا 10 مليار دولار. واخيرا اللي هيكون السؤال الاخير وفي اخر الحلقه واللي هيكون فيه كل حاجه عن رولكس، ازاي رولكس بنت كل ده وازاي بقت رمز النجاح؟ الكراون بتاع رولكس بقى بيساوي كتير من النجاح. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن حلقه مميزه جدا لرولكس. تعال نبدا الفيديو. لو حبينا ننزل الشارع ونسأل أي شخص عشوائي عن أي ساعة فخمة، أول ساعة هتيجي في باله هي كلمة رولكس. لكن الحقيقة إن رولكس ما بقتش عبارة عن شركة ساعات فقط، هي تحولت لأكبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية في القرن الأخير. فإحنا هنا ما بنتكلمش عن مجرد تروس ومينا، إحنا بنتكلم على التاج أو الكراون بتاع رولكس اللي بقى يعتبر بيساوي شهادة عالمية موثقة للنجاح، مش ورقيا، ولكن أي حد تقريبا هيبص على إيدك هيلاقيك لابس رولكس فهو على طول هيقرن الحاجة دي بنجاح موثق. وتقريبا من المتابعين ومعظم محبين الساعات عارفين ان في ساعات اغلى واعقد كتير من رولكس، لكن مفيش براند واحد من البراندات العالميه اللي موجوده في ساحه عالم الساعات قدر ان هو يحول الساعه او المنتج بتاعهم لعمله ثابته وقيمه استثماريه بتتفوق على الذهب والعقارات في اوقات احيانا. السؤال هنا، ازاي شركه بالانتاج الضخم ده قدرت تحافظ على بريق الندره؟ وليه لسه في قائم انتظار او ويت ليست بتستناها بالسنين علشان تمتلك فقط ساعه؟ عشان كده خلينا نجاوب على السؤال الثاني، ازاي رولكس قدرت ان هي تخلق الندره المصطنعه علشان تزود مبيعاتها في الاستراتيجيه دي 10 اضعاف، واللي تقريبا وصلت ارباحها سنويا 10 مليار دولار. السر الحقيقي ورا رولكس هو مش مجرد فكره التصنيع ولا دقه الساعات فقط، لكن في فلسفه التطور التدريجي اللي خلت تصميماتها عابره للزمن وثابته على مر العصور. لو جينا بصينا على رولكس من اول ما بدات في صناعه الساعات لغايه وقتنا الحالي هنلاقي ان رولكس ما بتعملش تصميمات كتير كل فتره، ولكن هي ثابته على تصميمات معينه كل فتره ممكن تعمل لها اضافات او تحديثات او تحسينات فقط، وما بتغيرش في شكل ساعتها، هي بس بتطور في نفس الموديل ببطء شديد. وكمان فوق كل ده بتلاقي ان التصميم القديم بتاعها لسه عصري ومودرن واي حد بيحب الستايل بتاعه، وكمان ليها قيمتها النادره. فالاستراتيجيه دي خلقت حاله فريده من الندره المصطنعه، الطلب دايما بيفوق العرض بمراحل، وده اللي خلى سعر ساعات رولكس في السوق الموازيه يوصل لضعف سعرها الاصلي في التوكيل. فانت لما بتشتري رولكس فانت بتمسك فلوسك في حاجه انت لو عايز تسيلها تاني في اي وقت ممكن انت تقدر تسيلها لفلوس مره تانيه في اي لحظه وفي اي مكان في العالم. هي الساعه الوحيده في سوق الساعات اللي بتجمع ما بين الفخامه الاجتماعيه وما بين الامان المادي، وده اللي بيخلي ببساطه اي حد يدخل عالم الساعات يبدا وينتهي عند التاج رولكس. وده يخلينا نسال السؤال الثالث في الحلقه بتاعتنا، واللي هو ازاي رولكس قدرت ان هي تهيمن على السوق بنسبه مرعبه جدا تتخطى ال 30% منفرده لوحدها
لوحدها في سوق الساعات فقط. بلاش المره دي اقول لك نتخيل ان انت بقيت مليونير وعايز تشتري رولكس، ولكن خليني اقول لك ان حلمك اتحقق وبقيت مليونير وعايز تشتري رولكس بجد المره دي. بس قبلها خلينا ندخل في البعبع اللي دايما بيطارد اي حد عايز يبدا حلمه بانه يمتلك ساعه رولكس، واللي هي بنقول عليها الويت ليست او قوائم الانتظار. الفكره ببساطه ان انت لما حلمك اتحقق ورحت خدت شنطه الفلوس ورحت دايركت على البوتيك بتاع رولكس وقلت لهم بكل فخر ونجاح ان انا عايز الرولكس الديتونا، الرد بتاعهم جاهز، هيكون بابتسامه هاديه وجميله وهيقولوا لك تكتب اسمك واحنا هنكلمك. بس الحقيقه المره ان قوائم الانتظار دي بالنسبه لك ممكن تكون قوائم وهميه لو انت بالنسبه لهم عميل جديد، لان اللي انت مش واخد بالك منه ان الساعات اللي بتوصلهم في البوتيكس اللي موجوده دي فهي اصلا بتكون جايه ومحجوزه للحيتان الكبار اللي موجودين واللي متابعين رولكس، او مثلا للعملاء اللي ليهم تاريخ طويل مع رولكس او ليهم حاجه اسمها البيرتشيس هيستوري، يعني العملاء اللي مستمرين في الشراء مع رولكس. الوكيل ببساطه بيشوف من العملاء اللي صرف كتير على براند رولكس في ساعات مثلا ذهب، مجوهرات او اي براند تاني على مدى طويل، وبعد كده بيدوا الاولويه في الاديشنز او الساعات اللي بتكون مرغوبه او مطلوبه. وزي ما كل حاجه ليها مزاياها فكل حاجه برضو ليها عيوبها. يعني مثلا الندره المصطنعه الاستراتيجيه اللي بتستخدمها رولكس علشان تقدر تعمل مبيعات بالشكل اللي هي عايزاها 10 اضعاف، فالشيء ده في الجانب الاخر خلق حاجه اسمها السوق الرمادي او الجراي ماركت، وبقت تجاره قايمه بذاتها. في ناس بقت كل شغلانتها ان هي تشتري الساعات الرولكس من التوكيل او من البوتيك بشكل اوفيشالي او رسمي، وده بفضل علاقتهم بالوكيل او بمعارف تانية مثلا، وبيطلعوا يبيعوا الساعات دي في نفس اليوم بنسبه ربح من 50 ل 100% كمكسب صافي. والموضوع ده وصل ان رولكس نفسيها بدات تتدخل رسميا في الموضوع ده علشان تشوف له حل للمشكله دي. عملت برنامج المستعمل المعتمد سيرتيفايد بري اون، واللي خلى رولكس ان هي تعمل السيستم ده ان هي عايزه توقف المهزله اللي بتحصل ده، لان رولكس نفسها مش عايزه ان ساعاتهم تروح بس للي معاه فلوس، لان رولكس استراتيجيتها معروفه وقرارهم واضح، والكلام ده هوضحه لك دلوقتي بس اصبر عليا شويه. لكن طول ما في فجوه بين الانتاج والرغبه وقوائم الانتظار بالنسبه له هيكون شيء محبط. هل الساعه بتاعت رولكس تستاهل كل الضجه دي ولا لا؟ وتستاهل اصلا ان لو معايا فلوس اول ساعه اروح اشتريها رولكس؟ تعال نكمل. علشان يوضح لك حجم سيطره رولكس المرعبه في سوق الساعات فتعال نقارنها بعمالقه سوق التكنولوجي او الموبايلات. فعلشان كده هنيجي نعمل مقارنه بسيطه دلوقتي. اول حاجه عايزين نعرف ان سيطره رولكس وهيمنتها على سوق الساعات تتجاوز ال 30%. اما لو جينا حطينا ابل مع سامسونج فهنلاقي ان تقريبا هما الاثنين نسبتهم متساويه، يعني مثلا ابل من 18 ل 19% وهكذا نفس النظام بالنسبه للسامسونج. فلو حطينا ابل زائد سامسونج هنلاقيهم بيساووا رولكس. وطبعا احنا بنقارن شيء مبيعا اكتر بكتير وضخم بالنسبه لسوق الساعات، يعني بالنسبه لموبايلات ارخص سعريا منتشره واي حد بيعوز موبايل ومطلوب كتير جدا في السوق. ولكن بالنسبه لرولكس هل زي الموبايلات بيتم شرائها؟ اكيد الاجابه لا، وده معناه ان حصه رولكس في سوق الساعات بتساوي حصه سامسونج وابل مجتمعين مع بعض، يعني حصه رولكس وهيمنتها في السوق مرعبه بشكل كبير جدا. خلينا متفقين ان سيطره رولكس في السوق الساعات هي مش فقط سيطره نسبيا ولكن هي سيطره في كل حاجه. هي ممكن تتحكم في السوق، هي ممكن تتحكم في الفئه السعريه، وكمان بقت هي البلو برنت او بتتحكم في تصميمات الساعات في سوق الساعات مجملا. ده بيخلينا نكتشف ان الفرق مرعب جدا بالنسبه لحصه رولكس في السوق وهيمنتها، لان انت بتلاقي حاجه زي ابل وسامسونج الاثنين دايما بيتنافسوا وبيكسروا نسبهم كل فتره، ده بيحاول يطلع عن ده وده بيحاول يكسب حصه اكبر من ده، ولكن رولكس في سوق الساعات ثابته لسنين طويله، احتماليه ان هي تفضل ثابته كبيره جدا. وخليني اقول لك ان مفيش اي حد في السوق التكنولوجي قدر ان هو يعمل نسبه ضعف نسبه المنافس بتاعه ويفضل ثابت عليها لسنين، ولكن ده اللي رولكس عملته مع اوميجا او كارتيه او اي براند ساعات تاني، هي حرفيا ضعف المنافس بتاعهم، وده مش باحتكار او بسياسه غير معلنه ولكن ده برضا الجمهور. فنجاح رولكس ما بقاش فقط بالنسبه ولا في الستايل ولا في جوده التصنيع، ولكن رولكس بقى معيار نجاح لاي براند تاني حواليه، واي براند تاني بقى يقيس نفسه بنجاحه بمدى قربه او بعده عن براند رولكس. فدي السيطره اللي خلت براند زي براند رولكس اللي هو في سوق الساعات اللاتشري ان هو قدر يسيطر على الساعات بنسبه وبهيمنه كبيره اكتر من الشركات اللي هي الماس ماركت اللي بتبيع اجهزه وحاجات اساسيه للناس
في العموم. واخيرا السؤال الاخير والاهم، ازاي رولكس قدرت ان هي تبقى رمز للنجاح؟ لو بصيت على عربيه بورشه 911 سنه 1970 والنسخه اللي موجوده دلوقتي 2025، هتلاقي بطبيعه الحال ان الروح واحده والتصميم الاساسي موجود، ما بيتمسحش ولا بيتغير، هم بس بيطوروا في التفاصيل وفي المحرك. ورولكس بتطبق النظريه دي بالحرف، بل يمكن تكون هي اللي مبتكراها. السبمارينر اللي كانت موجوده في ايد جيمس بوند في الستينات هي نفس الروح والديزاين اللي هتلاقيه في التوكيل النهارده. الاستراتيجيه دي ذكاء خارق، لان هي بتحمي قيمه الساعه القديمه. انت نفسك لما بتشتري رولكس النهارده ما بيكونش عندك تخوفات ان مع مرور الزمن ان رولكس تبقى قديمه او تبقى موضه وراحت عليها، لان رولكس ما بتغيرش من شكلها جذريا، فده في حد ذاته بيخلق حاله امان للمشتري وبيخلي الساعه تتحول لحاجه ايكونيك، مش مجرد منتج استهلاكي ليه تاريخ صلاحيه. اما بالنسبه للجانب الثاني للبورشه افكت، انك لما بتبص للساعه بتحس بالاستمراريه، وده بيخليك انك لما تبص على عربيه زي 911 من بورشه او تبص على رولكس في اي تصميم ليها، بيخليك تحس بان هم وصلوا للكمال، البرفكشنزم، باستثناء ان مفيش حد وصل للكمال قبل كده ولا حد هيوصل، فمفيش داعي للتغيير. اما بالنسبه للتغيير الوحيد بالنسبه لهم ممكن يكون في الكماليات او التكنولوجيا الداخليه بالنسبه للساعه، وهكذا بالنسبه للعربيه. وده بيخلق نوع من الولاء العجيب عند الجمهور، لانك بتحس لما تمتلك قطعه من رولكس انت بتمتلك قطعه من التاريخ ما بتفقدش بريقها عبر الزمن. في الجانب الاخر ممكن تلاقي عندك براندات بتعمل تصميمات مبهجه جميله ممتازه جدا، ولكن بتاخد وقتها ترند سنه ممكن بعد كده تلاقيها اختفت تماما. اما بالنسبه حاجه زي الرولكس او بورشه 911 اختاروا الطريق الاصعب، انهم فضلوا يعملوا حاجه متوافقه مع اي وقت واي زمن، ومهما عدى الزمن بيها تفضل مودرن وتفضل متماشيه مع اي وقت ايا كان. وعشان كده لو انت عايز اجابه على السؤال ليه ادفع الوفات في ساعه زي رولكس، ببساطه علشان البورشه افكت هو اللي بيخليك انك تدفع فلوس في ساعه زي كده، علشان انت مقتنع ان شكل الساعه ده مش هيتغير مع مرور الزمن وهتكون ثابته معاك في اي وقت ايا كان، وفي الاول وفي الاخر هتكون مقتنع 100% ان انت اللي كسبان لانك بتشتري حاجه ما بتقدر. واخيرا بالنسبه لرولكس وبورشه عملوا حاجه اسمها البلو برنت، والبلو برنت ده معناه ان انت بتبتكر حاجه وانت اللي مصممها وانت اللي جايب الفكره وانت اللي عامل الشكل والتصميم وكل حاجه، وبعد كده كل اللي بيجي وراك او كل الشركات اللي بيشوفوا التصميم وبيعجبهم بيبداوا يقلدوا اللي انت بنيته. لو بصيت على اي براندات تانية، اي براند بيحاول يطلع مبدئيا كده بيقلد رولكس سبمارينر، والبلو برنت ده في حد ذاته هو نجاح كبير بالنسبه لشركه زي رولكس ان هي تفضل مخليها مسيطره ومهيمنه على السوق بالشكل ده. لان لو بصيت على السوق دلوقتي بتلاقي حد يقول لك انا محتاج ساعه اصليه تكون شبه الرولكس سبمارينر مثلا، فده بيعمل سيطره وبيعمل نجاح في العقل اللاواعي بتاعك ان انت دايما رابط اي حاجه برولكس. حاجه عبقريه، معرفش هي جت معاهم صدفه كده ولا كانت مدروسه. تعال نعدي على رولكس والنجاح. في حاجه رولكس بتعملها يعتبر هي اللي مبتكراها في عالم الماركتنج كاستراتيجيه، وده شيء بنشوفه دلوقتي حوالينا كتير. ومثلا بتشوفه لما حد بيعمل براند جديد محلي وبيجيب لك انفلونسر مثلا على السوشيال ميديا بيكون عنده 1 أو 2 مليون متابع، وبيبدا يقول لك مثلا عرض قد كده علشان تعرض لي المنتجات بتاعتي عندك، فده بيكون بالنسبه له نجاح كبير لان انت ملايين الناس عندك هيبداوا يشوفوا المنتج بتاعك، فانا مهما اديتك الاوفر ومهما كان المبلغ اللي اديهولك فانا كده كده ايه كسبان من ورا. فاستراتيجيه رولكس اللي حبت تعملها ان هي ربطت الكراون والساعات بتاعتها بالنجاح مباشر، وعلشان كده اي حد بيشوف رولكس ما بيشوفهاش كساعه عاديه ولكن بيشوفها رمز للنجاح. وفكره ان رولكس ربطت نفسها بكلمه سكسس او النجاح دي مش صدفه بحته، ولكن دي استراتيجيه مدروسه بدقه عاليه جدا، ذكيه وبتعتمد على مبدا. رولكس ما باعتش نفسها ومنتجاتها على اساس ان هي اداه قياس وقت، هي باعت نفسها كوسام استحقاق. الاستراتيجيه هنا ان الكل لازم يكسب، everyone wins. نبدا بيك انت كعميل، لما بتلبس رولكس فانت كسبت برستيج واعتراف فوري من المجتمع بنجاحك، وفي نفس الوقت يعتبر كسبت اصل بيحافظ على فلوسك، يعني كومبو كده ما تلاقوش في اي حته تانية. وضيف كمان للكومبو ان الوكيل نفسه برضه بيكون كسبان لانه بيبيع منتج ربحان، بيبيع منتجات رولكس، منتج اتطلب عليه اكتر من العرض بمليون مره، فمش محتاج ابذل اي مجهود في الماركتنج عشان ابيع المنتج ده. وضيف كمان للكومبو الشخص اللي بيشتري ساعات رولكس مستعمله برضه بيكون كسبان، لان بيشتري ساعه قيمتها فيها ومع الوقت قيمتها ممكن تزيد. رولكس من ابداعها خلت اسمها لغه مشتركه للنجاح. لو شفت واحد لابسها في دبي، لندن، القاهره، الكل هيفهم نفس الرساله ومن غير ولا اي كلمه من اول نظره ان الشخص ده ناجح ووصل. اما بالنسبه للذكاء الحقيقي لرولكس ان هي ربطت اسمها باي نجاح حقيقي حصل في اي بطولات انت ممكن
تكون شفتها قبل كده. ربطت اسمها بكل لحظه انتصار في بطولات الزمن الحديث، من اول غزو اعماق المحيطات لحد تسلق قمه ايفرست، وصولا لمنصات تتويج التنس والفورمولا 1 وكمان الجولف وحاجات غيرها كتير. هي دايما موجوده في لحظه النصر فيكتوري، وده من ابداعه خلى العقل البشري يربط صوت تكه الساعه بالنجاح مباشر، واللي هو الفوز، انجاز وبطولات. فانت لما بتشتري رولكس انت مش بس بتكافئ نفسك على نجاحك، ولكن انت بتوثق نجاحك بشيء معتمد عالميا. وبما ان الساعه ما بتخسرش قيمتها، فانت بتلعب لعبه فيها زيرو ريسك، ما فيهاش اي مخاطره تماما، ودي المعادله العبقريه. رولكس كسبانه سيطره ومكسبه العميل مكانه وقيمه، وكمان السوق كسبان استمراريه، وده اللي بيخليه البراند الوحيد اللي ملوش اي اعداء في عالم الاستثمار. خلينا ناخد حاجه فعليه عن الندره المصطنعه بالنسبه لاستراتيجيه رولكس. اولا في حاجه اسمها سلم المنتجات. رولكس مش بس بترفض ان هي تبيع لك منتج معين، ولكن هي عندها كمان سلم منتجات مدروس. عشان تشتري منها منتج غالي زي مثلا الرولكس داي ديت، لازم تبدا معانا بمنتج انتري يكون مثلا زي رولكس السبمارينر، واللي سعرها ممكن يكون في الاوفيشال بوتيك 9000 دولار، وبعدين ممكن تترقى لانك تشتري حاجه مثلا سعرها يبقى 30 40 الف دولار، لحد لما توصل للساعات اللي بيكون فيها مواصفات خاصه، وده بيخليك تترقى تبقى عميل في اي بي عندهم. ولكن ده مش من السهل انه يحصل لاي حد. الجزء الثاني المنيو المخفي او الهيدن منيو. رولكس عندها حاجه اسمها اوف كاتالوج، ما بتلاقيهاش في اي حته، منيو مختفي كده ولا الموظفين في البوتيكس هيقولوا لك عليه غير لو انت عميل تقيل جدا عندهم، وبيخليك تشوف الاوف كاتالوج اللي موجود عندهم، اللي هو مش اي حد بيقدر يشوفه، وبيكون له سياسات خاصه ومعينه. وكمان ممكن بعد كده لما تترقى يبداوا يبعتوا لك دعوات لمثلا ماتشات تنس، سباقات في الفورمولا 1 او اي بطوله ممكن رولكس بتكون مشاركه فيها، وحتى ممكن يكون فيها اي انفيتيشن او زيارات للمصنع الخاص بتاعهم في سويسرا. الجزء الرابع قوه الحكايه او الستوري تيلينج. دلوقتي لو اي حد بيحكي لك حاجه وحكيه ممل، انت هتزهق من دقيقه او اتنين ومش هتحب تسمع له تاني. ولكن دلوقتي لو جينا بصينا في سوق السوشيال ميديا او اي مكان تاني، اي حاجه انت بتحب تشتريها عشان مشاعريا انت مرتبط، مشاعريا انت فهمتني، مرتبط بقصه الحاجه دي، انت حبيت القصه بتاعت البراند ده فحابب تشتري منه عشان حبيت قصته. قوه في الماركتنج واستراتيجيه مبدعه جدا، وده اللي نجحت فيه رولكس بشكل جبار. عشان كده محدش بيشتري ساعه ثمنها بيتعدى النص مليون غير لما يكون وراها قصه. وبالنسبه لرولكس هم ابدعوا في روايات القصص. ساعه الداي ديت بيسموها ذا بريزيدنت، ساعه الرؤساء، لان رؤساء كتير لبسوها، لانهم بيبيع ساعتهم لاشخاص ناجحه، مديرين، صحاب شركات معروفه، وبيكونوا باينين جدا على الشاشه. الجزء الخامس الانبوكسنج. دلوقتي في عالمنا لما برضو بتلاقي اي براند بيعمل لك انبوكسنج محترم، انت ممكن تكون عايز تشتري القطعه دي او المنتج ده علشان بس تجرب تجربه الانبوكسنج. العلبه الخضراء بتاعت رولكس ايقونيه بالظبط زي ساعات رولكس، وكمان بتتباع لوحدها على اي باي فاضيه بسعر ممكن يتخطى 300 دولار. الجزء السادس السفراء الغير رسميين او unofficial ambassadors. رولكس بتعمل تعاقدات رسميه مع ناس رسميين زي روجر فيدلر، بس الحركه الاصيع هي الهدايا. يعني بيوزعوا ساعات كهدايا لمشاهير زي كارديشيان او دريك او غيرهم كتير من غير اي عقود رسميه، بس بيبقوا عارفين ان هم هيلبسوها ويصوروها كتير، وده بيخلي البراند موجود ومتشاف في الثقافه الشعبيه بشكل كبير. ومن الذكاء انه من غير ما يبان انه اعلان ممول. الجزء السابع السوق الرمادي او الجراي ماركت، واللي اتكلمنا عليه من شويه، ولكن لما بتخلق رغبه مرعبه عند الناس وتمنعهم من الشراء في نفس الوقت، بيظهر حاجه موازيه اسمها السوق الرمادي او الجراي ماركت، وبيقدروا ياخدوها يبيعوها بره بضعف ثمنها، وبيكون في بالنسبه لهم مكسب كبير جدا طبعا. اما بالنسبه بقى لو مش قادر تشتري اي حاجه من السوق الرمادي او حتى تشتري حاجه من الرولكس الاصلي، فبتقدر انك تشتري حاجه اسمها سوبر فيك، التقليد ولكن النسبه العاليه جدا. الناس بقت تلبس التقليد من الرولكس حتى كمان السوبر فيك علشان تقلد البرستيج اللي بيكون موجود في الساعه اللي الناس بتشتريها وبتعمل لها انبوكسنج وبتبدا تلبسها، وطبعا بتكون الساعه اصليه 100%. فالناس حبت تعمل نفس التجربه دي ولكن في السوبر فيك اللي هي التقليد اعلى درجه. طب حاجه كده على الدرافت، ازاي تطبق الاستراتيجيات بتاعت رولكس دي في شغلك؟ بالنسبه لصاحب اي بزنس شاطر، هو مش عايز يعمل اي بيعه وخلاص، هو عايز ولازم يبني علاقه ما بينه وبين العميل بتاعه. وطبعا في الحاله دي انت لازم يكون عندك كذا منتج متاحين او كذا خدمه تقدر تقدمها للعميل، وده بيكون على مدار وقت طويل ما بينك وما بين العميل. واغلب الفلوس والمكاسب بتكون معموله في الباك اند، يعني انت بتكون كسبت العميل وبعد كده بتقدم له خدمات او منتجات تانية بشكل مستمر على المدى الطويل بعد ما انت تكون كسبت العميل. وفي الحاله دي انت بقيت تكسب من نفس العميل من غير ما تصرف اي اعلانات تاني. اما تاني
تاني حاجه مهمه تعملها، مهم انك تحكي قصتك الاصليه. انت بدات من الصفر ازاي، عليت خطوه خطوه ازاي، ايه اللي قابلك في الطريق، ايه العقبات. لما تحكي قصتك بالشكل ده بيصير تعاطف ما بينك وما بين الجمهور، فالجمهور بعد كده بيحب انه يشتري منك الخدمه او يشتري منك المنتج اللي انت بتبيعه علشان قصه نجاحك او القصه وراء المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها. فالقصه ليها عامل ودور مهم كبير جدا. ويا سلام لو قصتك بتبين قد ايه ان انت قريب من الناس، وممكن الناس تحس ان هم نفس القصه بتاعتهم دي بس انت بتحكيها على نفسك. وغير كده اول 90 يوم بالنسبه لك مع العميل هم اللي هيحددوا ان العميل هيفضل معاك ولا مش هيكمل. اهتم بالتجربه بالتواصل مع العميل، وكمان الانبوكسنج بالنسبه له بيكون مهم جدا مع شويه لمسات او اضافات. ممكن كارت يكون فيه مثلا كلام شكر او كلام جميل او حاجه معينه انت تكون ابتكرتها من عندك. اخيرا وصلنا لاخر الفيديو، ولكن عندي سؤال واحد، هل انت شايف رولكس لسه هتفضل مكمله على ان هي تفضل مهيمنه على السوق بالنسبه الكبيره والمرعبه اللي احنا شفناها في الفيديو النهارده، ولا هل ممكن مع السنين نلاقي اسم تاني تقيل او حد ابتكر حاجه تانيه وهياخد مكان رولكس بشكل او باخر؟ اتناقش معايا في التعليقات وخلينا نفتح نقاش مثير نتكلم على ان رولكس هتفضل مسيطره بالشكل ده، ولا هل ممكن في وقت من الاوقات حد ياخد مكانها. اشكرك جدا انك وصلت لاخر الفيديو، وما تنساش لو الفيديو كان عجبك تعمل لايك علشان ده بيساعدنا في ان الفيديو ينتشر، وكمان لو بتحب الساعات او ما بتحبش الساعات تعمل شير للفيديو علشان نكبر مجتمعنا في حب الساعات. انا معتز وبحب الساعات، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.